هنبتدي الاول النهارده. طبعا انا عامله لكم الفسيخ قبل كده على القناه، بس السردين ما كنتش صورته، والماكريل انا مصورها لكم قبل كده على القناه. بصوا ده بعد ما آه اتغسل كويس واتساب في قلب المصفى اكتر من 6 ساعات، لان دلوقتي انتوا عارفين ان الجو ابتدى يحرر شويه. هنمسك السمكه، وبصوا احنا حاطين مناديل عشان تشفط كل الدم اللي بيبقى هنا. بصوا لغايه لما تبقى الدنيا قشطه. بصوا هو اساسا نزل دم كتير ازاي، ده نزل جوه كمان في قلب الطبق اهو. بس احنا كده بننشف عشان ما يبقاش فيه اي زفاره. وبصوا من جوه ما شاء الله ورد، يعني ما فيهوش اي حاجه. وادي المناديل اهي طلعناها. هنمسك السمكه كده وهنعمل لها مساج، نمسجها يعني عشان تبقى زبده كده. البوري ده المبطرخ، لو عايزه تلحقي الحقي، لان خلاص احنا كده ممكن ما نلاقيش بوري مبطرخ تاني. ماشي. وهتعملي لها مساج كده. بصي بصي البطارخ ما شاء الله، بصي شايفينها. فيعني هي ما شاء الله السمكه حلوه بصراحه. وهننشفها على قد ما نقدر عشان نبتدي نتبل بقى خلاص يعني. وبلاش بقى يا جماعه حكايه ان انتوا احنا داخل علينا رمضان. مفيش ادنى مشكله ان مادام بتاكلي حاجه عاملاها بايديكي، فانت عارفه انها مش هتبقى ولا انها هتبقى قاسيه عليكي. احنا هنعمل سمكتين بس عشان واحد ساعات برضه يعني نفسه بتيجي على الحاجات دي كده. والتانية عايزين نسمع فيه ده. بصوا اتأكدي بس ان ما فيهاش مية. ليه؟ عشان ما تشميش اي ريحة ممكن تضايقك. السمكة طول ما هي نظيفة ومغسولة كويس وما فيهاش مية ومنقية سمك حلو وصابح، ويعني ما يكونش ملكون او ما يكونش مجمد، خلاص انت كده في الامان. بصي المناديل كلها ده، ما هي اخر منديل ما فيهوش اي حاجة. هنا في هنا في عشان انا عامله سمكتين بس. معلقتين كركم كبار، ومعلقتين شطه ما شاء الله حاميه جدا سوداني، وملح خشن. انا عملت لكم المره اللي فاتت بملح ناعم، المره دي هنعمله بملح خشن، ونص كوبايه زيت. وهوريه لكم دلوقتي واحنا بنحطه في الاكياس. ماشي. هنعمل هنمسك السمكه كده. ماشي. وهنمسك بالمعلقه طبعا عشان في زيت. هنحشي الخياشيم دي خالص خالص خالص. يعني عارفه لو طولتي تزقيها بايديكي يعني تعملي كده، كبسي كده. ماشي. ليه؟ لان كده انت بتدخلي على جوه على جوه على قلب السمكه. طبعا احنا يعني ماما الكبيره طبعا هي ما شاء الله يعني، واكيد بس ممكن تكوني انت مثلا لسه عروسه جديده وبعيده عن ماما دلوقتي، فلو اتزنقتي او عايزه تعملي حاجه حلوه يلا ادخلي عند اي حد من اليوتيوبر الموجودين دلوقتي هتلاقيهم ما شاء الله. كل دلوقتي بقى بينبه نعمل ايه وما نعملش ايه. كلنا بنساعد بعض وكلنا بناخد افكار من بعض. انا عامله لكم الفسيخ دوت من حوالي سنه وشويه على القناه عندي. يعني عايزه اقول ما شاء الله، حتى الناس اللي طلبت مني بصراحه كانت الدنيا حلوه. وهناخد كده بقى ونمسج عكس القشره. وخلوا بالكم ان احنا برضو هنحط من جوه، بس احنا بنمسج بيه عشان ياخد الكركم وياخد الشطه وياخد حاجه منها. بس احنا كده كده بنحط عليه لما بيتحط جوه. ماشي.
اهم حاجه تحطي في اكياس كتير عشان ما يدخلوش هوا. واهم حاجه مفيش حاجه اسمها، يعني اي حد طبعا مع احترامي لكل الناس، مفيش حاجه اسمها تفتحي عليه بعد 3 ايام تشوفي اخباره ايه. لا، الفسيخ ما بيتفتحش عليه. واللي يقول كده سامحوني يا جماعه ما ينفعش، لان هو اصلا لو دخل له هوا هيعمل معاكي نقط بيضه. فحبيبتي عايزه تعمليه اعمليه على عيني وراسي. بلاش نهائي انك تفتحي عليه. في الصيف بنفتح بعد 10 او 12 يوم، في الشتاء بنفتح ساعات بعد 20 يوم. واللي يقول لك اصل الفسيخ لما بيقعد اكتر من كده يعني بيجرى له حاجه، لا، بس كل حكايه انه ممكن يزيد ملحه يعني يبقى حادق خالص. لما تفتحيه بعد 15 يوم او بعد 12 يوم تلاقيه اللي هو العادم، بيبقى طعمه حلو يعني خفيف. فبالتالي انت في الحالتين انت في مرحله كويسه جدا 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 جدا. اللي هيفيد ده عشان الاكياس انا لازم احطه وهو في قلب الاكياس، ما اقدرش اسيبه كده عشان لما اجي اقفل عليه يبقى فيه ايه. احنا بقى هنعمل ايه؟ هنعمل كل واحده في كيس. عايزه تحطيهم الاتنين في كيس واحد مش هتفرق نهائي، الاتنين واحد. هنحطها كده مثلا عشان انا ما عنديش للاسف اكياس كبيره جديده، ماشي. فهنحطها كده وهنحط عليها كده خلطه. ولما تحطيه بقى نفس الصوره كده، ماشي. هحطه في الاكياس دلوقتي وهوريلك برضو قبل ما احطه في العلبه. هحط السمكه التانيه وارجع لكم. يلا بصوا يا جماعه، انا حطيت اهو وحطيت عليه، ماشي. بس الكيس هنا سايب حته من الطرف اهي. فاحنا عشان نكبر دماغنا من كده بقى نعمل ايه؟ احنا حطينا كل واحده في كيس عشان لو ما حبيناش نطلع الاتنين مع بعض. فاهمين قصدي؟ يعني افتح واطلع واحده بس واكتم على التانيه. ولازم وانا بعمل، يعني انا هعمل دلوقتي كده كده كده، انا طلعت الهوا. ودي طبعا اللي احنا عملناها مع بعض، ماشي. هنحط الاتنين كده بس واحده عكس التانيه. خلاص، ده اول كيس بعد الكيس اللي احنا عاملين فيه اساسا. لازم تتاكدي ان مفيش هوا. الهوا يبوظ السمكه، الهوا يعمل العفن الابيض في السمكه، ماشي. معلش بقى استحملوني عشان انا الاكياس اللي عندي خلصت، فهضطر اسفه ان انا اعمل في اكياس عاديه اللي هي اكياس تلاجة، عشان بس ايه اتاكد ان مفيش هوا نهائي. انا كده بصوا هتقولي لي كل ده يا طنط، هقول لك معلش. طول ما الحاجه انتي مكتماها صح هتتخلل معاكي صح، ومش هتعمل لا ريحه ولا اي حاجه، وهتلاقيها ما شاء الله عليها فله فله. هتفتحوها ادخلوا عندي وشوفوا، يمكن اول فيديوهات نزلتها معاكم كنت عامله الفسيخ ده بصراحه، والناس كلها قالت ان هو ما شاء الله، يعني حتى اللي طلب منه عجبه. انا ايدي كده بضحك لكم، ها. انا طلعت برضه عشان ايه، حسيت ان في نسبة 1% هوا. وايه، قطعت الكيس فيها ايه؟ انا اولادي بيقولوا لي يعني غلط ان انا قطعت الكيس، بس انا قطعت الكيس. عامل ايه يعني؟ مش فاهمه. بس احنا كده بنطلع الهواء منه خالص.
خالص 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 خالص. معلش استحملوا، لازم نقعد نعمل كده لغايه لما نتاكد ان الكيس ما فيهوش اي هوا. الكيس لو فيه هوا السمكه هتديكي العفن الابيض اللي هو بتلاقوه على الجلد من بره. بصوا بقى حته واحده ازاي اكنك لافه بستريتش. ماشي، هنرجع نعمل ايه؟ نرجع بقى نحطه في الاكياس اللي هي الصفرا ديت. ماشي، طبعا انا لسه ما نزلتش جبت اكياس، انا هي اكياس التلاجة اللي نزلت جبتها، فحطيت بقى الشنط اللي هي عندي. اتأكدوا ان الاكياس ما فيهاش اي حاجة، اتأكدوا ان الاكياس حلوة وما فيهاش اي حاجة. انا بقى هعمل ايه بعد كده؟ هحط في كيس غامق عشان يبقى مظلم. الافضل ما يكونش عنده ايه، يدخلوش نور يعني. عايزين حاجة بس تحكمه. هنجرب الكيس الصغير دوت. حلو اهو زي الفل، بس هو برضو الحمد لله الغامق اللي باين. خلاص، بس احنا كده هنحط بقى اي علبة تلاجة عندك ما فيهاش حاجة، هتحطيه فيها وتغطيه، وكل يوم نقلبه كده، كل يوم نقلبه كده. اوريهولكوا بقى هو محطوط في علبة التلاجة اخر حاجة. بس ثواني هحضر كده عشان اجيب لكم السردين بالمرة ونبقى عملنا كله مع بعض. دلوقتي هنعمل ايه؟ هنعمل سردين. السردين افضل حاجه فيه ان احنا لما نيجي نعمله في حاجه تكون محكمه، بس لازم كيس. في ناس بترصه من غير كيس، انا معاكم، بس انا دلوقتي عايزه احوله كل شويه، هقعد امد ايدي فيه مش هينفع، ولما افتح عليه هبقى فتحت عليه. طب انا عايزه كل يوم احول الكيس، اعمل ايه؟ هتقولي لي بره بيعمل في معامل. المعامل دي يا جماعه بيحط رقات، ماشي، زي فاصل بتتقلب. فانا ما عنديش، انا مش معمل، انا بعمل لبيتي وانت بتعملي لبيتك. هنجيب اي علبه تلاجة وهنجيب السمكه الجميله بتاعتنا بعد ما اتغسلت واتصفت كويس. بصوا بصوا الدم اللي نازل منها بعد الغسيل. احنا كده اطمنا على السمكه بتاعتنا خلاص. كل اللي هعمله ان انا هنشفها بس عشان لو فيها ايه، يعني مطرح ركنه على ركنه، مطرح الدم كده ما نزل، صح كده زي ما عملنا في الفسيخ بالظبط. هنشفها عشان ما يبقاش فيها اي زفاره. وبصوا ما شاء الله قشطه. هنرص واحده عدل، بس قبل ما نرص بقى عشان بس نبقى شغالين صح، هنعمل ايه؟ ده نفس الحكايه، كركم وشطه مش عايزه تحطي كركم ما تحطيش الكركم ده يا جماعه بس عشان اللون. هنعمل كده عشان ده الارضيه اللي هيتحط عليها يبقى من تحت، بس هو كده كده احنا حاطينه جوه ايه، كيس. هنحط واحده عدل وهنحط واحده ايه عكسها. خلوا بالكم السردين دلوقتي بالذات السردين البلدي هتلاقوه كتير يعني. هو من شهر 12 ما شاء الله الدنيا معانا حلوه والحاجه دي موجوده، فبالتالي ده موسم بتاعها يعني. هنحط جنب بعضه مش على بعضه دلوقتي لاني لسه ما عملتش فاصل. انا مش جايبه غير كيلو، على حسب ان انا يعني هنعمل في نص رمضان بقى عشان العيد وكده يعني.
في ناس بتعمله متنضف وبتحطه في التلاجة، بتفتح بعد 5 ايام وبتحطه في التلاجة. بس انا عشان بحبه يعني يتفتح اول باول، فبحطه كده. هي وجهات نظر، بس كل الطرق صحية، متقلقوش. ماشي. احنا عملنا دلوقتي اهو اول دور 4 سمكات، صح؟ هنحط كده ونتأكد ان ايه بقى اللي هتعملوها لك دي. هنحط عودين كرفس يخلوا الدنيا ريحة وطعم ولون. بصوا المناديل ما بتلزقش الحمد لله، حتى اللي بيلزق منها يعني خلي عينك عليه عشان ما يقعدش مع السمكة يعني. هنعمل دي بقى عكس دي كده. في حد كان باعت لي على الخاص يعني ما بتظهرش لي، انا بظهر عادي يعني، بس كل حكايه ان انا بوريكم حاجه مش محتاجه ان انا اظهر فيها دي. انتوا فاهمين قصدي؟ انما اكيد لو في عندي حاجه وعايزه اتكلم معاكم، لا هطلع بوشي عادي وهتكلم معاكم، مفيش قد مشكله يعني الموضوع مش في اي حاجه، مش في حاجه مهمه او لا لا، بس كل حاجه انتوا ليكوا الفايده، الحاجه توصل لكم او المعلومه توصل لكم باللي انا عايزه اوصله، وتقدروا تستفادوا منها. فما اظنش ان يعني في لازمه من وجودي كبني ادم جسمانيا كلي يعني. بس انا شايفه ان احنا بنعرف نتواصل مع بعض، الناس على الاقل اللي عرفتني. واتمنى بقى ان انتوا يعني تساعدوني كده ان القناه تتعرف شويه، لان القناه دي مش عارفه انتوا زعلانين منها ليه. خليها بين كل رق ورق هنحط نفس الخطوه. احنا خلاص فاضل لنا رق واحد، وهوريكم برضو واحنا بنقفل الأكياس. ماشي. ونحط برضو عودين كرفس. مناديل المطبخ خلصت، فمرمطين نفسنا بقى مناديل اللي هي البره ديت. اي نعم جننتني، بس يعني الحمد لله انها طلعت ناشفه شويه. لو المناديل ناعمه قوي كانت زماننا زعلانين كلنا. السردين ده بقى 5 ايام 7 ايام بالكتير قوي، وطلعي بقى مع قرصين طعميه بقى ومش عارف ايه الصبح كده، واعملي فطاره حلوه. ليه بقى بنقول مع قرصين طعميه؟ لان الناس كلها اتضح انها بتاكله مع الطعميه، مش عارفه ايه النظريه، بس انا هجربه. خلوا بالكم ان السردين بيقعد يرمي في دم، عشان كده لازم تصفيه كتير. وبرده هيرمي معاكي، بس يعني بعد الغسيل بيبقى يعني اخف شويه. هي دي بس عشان كانت اخر واحده تحت، هي ودي، فممكن يكون في شويه هو ده اللي ظاهر يعني، عشان هما كانوا قريبين من المصفى. احنا كده خلاص ده اخر راق. وهقول لكم بقى الاكياس ليه مش احنا عايزين نحط في اكياس وخلاص، والله لا. بس هي كل الحكايه انتوا دلوقتي عايزين نقلب السردين ده خلال 5 ايام مثلا مرتين 3. هقلبه ازاي وهو سايب في قلب العلبه؟ الا بقى لو انا مثلا عامله حاجه، اللي هو لو انت هتجيب اللي هو الاصغر خالص دوت، اللي هو البلدي خالص، ده بيقولوا ممكن خلال 5 ايام يكون خلاص يعني وصل لذروته. فلما بتحطيه ممكن تبقي ترجي العلبه بيه كده وخلاص.
وبرضه انا كنت كلمت حد يعني عايزه اعرف معلومه عنه، فهشوف وهقول لكم. بصوا ده الكيس اللي احنا قلنا عليه اهو. احنا بس هننزل في المعلقه الملح ماشي، وهنجيب واخدين الكرفس صح كده. وهنعمل بقى اخر حاجه، انا حاطين هنا على فكره الخلطه انا حاطه لها زيت. في ناس بتقول لك لا ما تحطيش، بس انا بحب اخليها منديات. وهنحط رشه الزيت بتاعتنا كده اهو ماشي، عشان يطلع منغمق كده. الصوص بتاعه بيبقى جامد خالص ما تقلقيش. هنعمل كده، هنطلع الهواء خالص اللي فيه. لازم تتأكدي ان الهواء طلع، لازم تتأكدي ان الكيس بتاعك ما فيهوش ذرة هواء، عشان الحاجات دي بتبقى حساسة. لو سمحتوا اهتموا بالحاجات الصغيرة ديت وهتلاقوا الدنيا بقت حلوة. ده بقى مش هنحط في اكياس كتير، لان زي ما انتم شايفين كده هو اتحط في العلبة خلاص ومش هيطلع منها ماشي. ليه كل شوية بقى تعمليه كده، كل يوم تعمليه كده تقلبي فيه. الغطا فين؟ هنا الغطا بتاع العلبة اهو ماشي. احنا كده عملنا السردين وعملنا الفسيخ. استنوني بس لحظات، هحضر البطرمانات عشان نيجي نعمل الماكريل. محدش يقول لي تونه عشان ما تزعلونيش ماشي. هنعمل ماكريل مع بعض، احنا عملناه قبل كده بس هوريكم. او ممكن يعني بلاش ما تتضايقوش مني عشان ما اطولش عليكم الفيديو. احنا كده عملنا الفسيخ والسردين. هصور لكم بس المقطع اللي فيه التونه الماكريل وهو متعبي وخلاص كده. اتمنى ان انتوا تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. اتمنى ان انتوا تعرفوا الناس كلها ان احنا موجودين. ساعدونا ان القناه تطلع بينا وليكم ولكل حاجه. واي فكره بنشوفها انا كنت هنزل لكم المخلل بتاع رمضان في برطمان صغنن كده. هقول لكم عملناه ازاي وهنستخدمه ازاي. بس بعد ما ادوقه، لان هي حاجه صينيه بس تحفه قوي. على حسب ان انت لو عايزه تاكلي مع شويه مكرونه مع شويه رز وتاكلي حاجه حادقه وتلاقيها لذيذه وطعمها حلو، فادوقها بس واقول لكم النتيجه ايه ونعملها مع بعض بعد كده. السلام عليكم وميرسي قوي قوي على حسن استماعكم. وهحاول اصور لكم الماكريل بعد ما يتعب. لو ما نزلش ارجعي للفيديو بتاع الماكريل هيعجبك قوي 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 قوي. يلا باي باي.